والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حق حمده، هو أهل الثناء وأهل المجد، تباركت أسماؤه وجل ثناؤه. وصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول لإخواننا تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الأيام المباركات من عتقاء هذا الشهر المبارك يوم. ولا شك أنها شهر رمضان شهر القرآن. قال الله جل وعلا في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا وصفته منه بدأ وإليه يعود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والنور، وأنزلنا إليك نورا مبينا، كما قال الله جل وعلا: وإن هذا القرآن نور لحامله. ومن يحمل القرآن إنما يحمل جماع العلم أيها الإخوة. الذي يحمل كلام رب العالمين إنما يحمل جماع علم محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. حملة القرآن يصح أن نصفهم بأنهم يذودون عن رياض هذا الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف العقول، لينعقلون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتكوين الجاهلين. حامل القرآن وقارئ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية أيها الإخوة إنما تنال بكتاب الله جل وعلا، بتعلم كتاب الله جل وعلا، بتدبر كلام رب العزة والجلال. ولعل كما أنبأ الشيء أسمى ما يستثمر فيه المرء ذرية، أسمى ما يستثمر فيه المرء، فلتكن هدفك في هذه الحياة أيها المسلم ذرية صالحة. من بين صلاح هذه الذرية وعلامات صلاح هذه الذرية أن تنشأ هذه الذرية على حفظ كلام الله عز وجل. يحرص الولي على تحفيظ أبنائه القرآن، كلام الله عز وجل. وهذه بشارة أولى، بشارة لحافظ القرآن ولحامل القرآن ولقارئ القرآن بالأجر والثواب في الدنيا. فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الأجر الذي لا ينقطع عن حامل القرآن، لأنه دوام مع دوام الصلة بكلام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذه الخيرية إنما تنال بكلام الله جل وعلا. يعني الإنسان واحد يستثمر في ذريته أن يعلمها ويحفظها كلام رب العزة والجلال. إنسان تجده له ذرية حاملة لكلام الله عز وجل، هذه الذرية مكسب له في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن قارئ القرآن يقرأ القرآن ويحمل القرآن، فيكون صلاح هذه الذرية بالأجر، ويعود بالأجر على وليها، على الأب الذي حرص على تعليم ابنه القرآن، وعلى الأم التي حرصت على تعليم أبنائها القرآن. فلهذا ننبه أيها كلام الله جل وعلا ينبغي أن يحرص عليه ولا يهجر، ولا نكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم وقال الرسول: يا رب إن قومي هذا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلهذا الإنسان يحرص على تعليم أبنائه الذرية الصالحة، يعلمهم القرآن ويحفظهم القرآن. ولهذا كان تعلم كلام الله جل وعلا بابا من أبواب الأجور العظيمة التي يجازى عليها حامل القرآن وينال الخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية هذه نالها المعلم كما نالها المتعلم.